ما كفايه شاورما سوري وننقل على اللبناني شويه. وطبعا ايا كان المطعم بتاع سوريين اصلا او مصريين، يعني نغير نجرب، مش هنخسر حاجه. ومش لازم كل المطاعم، يعني جزء من المطاعم بس اللي في السوق يعملوا التجربه دي. التتبيله اللبناني احلى واخف. الشاورما السوري في مصر بقت حاجه من اتنين، يا اما حبهان كتير او ليمون. هما دول التتبيلتين، يا اما شاورما مليانه حبهان بشكل مستفز جدا، او الغالب على تتبيلتها طعم الليمون شويه، ودي اهون من الحبهان طبعا. الشاورما اللبناني هي الشاورما اللي موجوده في السعوديه اعتقد، ودي اقوى بكتير من الشاورما السوري الموجوده في مصر. اي حد عايش في السعوديه او زار السعوديه وجرب محلات شاورما المعروفه هناك هيفهم كلامي، زي ماما نوره او بيت شاورما وغيرهم. بعدين هنا المطاعم عندنا بخل قوي، يعني اي اضافه بفلوس. يعني اعتقد في مطاعم لو قلت له شويه دبس رمان يقول لك تدفع زياده. كل مطاعم هناك تلاقي جنب صيغ الشاورما ازازه الطحينه والشطه ودبس الرمان، تطلب اي حاجه منهم براحتك، هيضيفها لك من غير اي فلوس خالص. ويا ريت نجرب نحط شويه بطاطس مع الشاورما كده، بطاطس مقليه فريش بيتي، مش البطاطس النص مقليه، بتفرق جدا في السندوتش. دي سندوتشات من عند جراند شاورما، مازال هو الافضل في بورسعيد بالنسبه لي، حتى مع الاخطاء اللي اتكلمنا فيها قبل كده. المره دي في تغيير في التتبيله، اللي هي بتاعه الحبهان دي ما عادتش موجوده، التتبيله بقت احسن بكتير، والشاورما بتاعته نظيفه جدا، والشاورما اللحمه بالذات عنده تحفه. سندوتشات صغيره وغاليه، بس لما تطلع بالمستوى ده على الاقل او هيبقى مقابل الطعم المميز والجوده. فاتمنى ان هم يفضلوا محافظين على الجوده دي على طول. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.